لك. لا لا اتفضل اتفضل، معنا الزملاء في الاستوديو. مش هرجع لك. لا لا عادي عادي. اوكي كابتن سيد، انا مستغرب من حاجه. لاعب مثل موديست انت جبته في النادي الاهلي، مش انت كسيد، اتكلم عن النادي الاهلي. انت جبته، فشل في كل الاختبارات اللي خاضها. اليوم في مباراه مصيريه للنادي الاهلي، المباراه اللي طافت في الذهاب لعب من الدقيقه 59 حتى نهايه المباراه لمس الكره مره واحده. اليوم ككولر تخرج كهرباء اللي هو كان فعال، كان مسوي ازعاج لدفاع السان داونز، وتدخل مودست مره ثانيه. ما تشوف شيء غريب؟ يعني انا في شيء مش مفهوم. صحيح. يعني خلينا نقول بس حاجه قبل ما اجاوب على سؤالك ده ابو نواف. يعني الاهلي خرج من البطوله صحيح، لكن كمان لسه احنا يعتبر في بدايه موسم في 5 بطولات. على الاهلي ان هو يخرج من الحاله اللي هو فيها، يخرج من حاله الانكسار او حاله مش عايز اقول الاحباط اللي الشوط الثاني مغير تماما عن الشوط الاول خالص. ودي واحده مش من عادات النادي الاهلي. يعني حتى لو في الشوط الاول سوء توفيق رهيب جدا، لكن مفيش استسلام، المفروض يبقى في 45 دقيقه. الفرق ما بين الشوط الاول والثاني يبين لك ليه الماتش راح كده. الشوط الاولاني 12 محاوله للاهلي، 12 محاوله غير ركله الجزاء، منهم 5 صحاح، 5 صحاح غير ركله الجزاء. الشوط الثاني 4 محاولات فقط للاهلي، منهم واحده صحيحه بس في الشوط الحاسم. يعني اروح لسؤالك ابو نواف. يعني لا اعتقد ان في حاجات انت بتضيع وقت، انت بتضيع وقت. يعني ممكن تخسر حاجات كتير لكن ما تخسرش وقت. انت بتضيع وقت مع موديست خلاص. يعني ما فيش حاجه اسمها لسه 5 6 ماتشات. احنا النهارده بتتكلم في حوالي 10 ماتشات من ساعه ما جاء الراجل ده، بدايه من السوبر المحلي، من السوبر الافريقي اسف، مرورا بالدوري، مرورا بالدوري الدوري الافريقي، مرورا بماتشات في كاس مصر. فانت بتضيع وقت. لازم يبقى فيه تجربه ثانيه خلاص بقى، او لازم يبقى فيه اختيار ثاني خلاص. ما لا هدي لا هصبر عليه ولا اديله فرص. انتهت. القرار والتحليل والتقييم ثابت. احنا يعني لو بنحلل موديست احنا كمان هيبقى بنضيع وقت الحقيقه. يعني عشان ابقى امين في الطرح ده، راجل يعني شبه ممكن يبقى كان لكن انا عايز المستقبل وعايز الحاضر في الوقت الحالي. ده راجل ممكن يبقى كان، لكن المستقبل مش بتاعه خالص الصراحه. يعني. وبعدين اليوم مباراه مصيريه. صحيح. انت اليوم مباراه محتاج فيها في الوقت، في الشوط الثاني اللي نزلت فيها موديست، محتاج انك تقوي الخط الامامي مو بتضعفه. صحيح. او اسيب كهرباء بس او اعمل التغيير. لو ما عندك خيارات اللي موجود افضل. اعمل تغيير ان انا ادخل بيرسي تاو. ما هو مش شرط يبقى واحد بواحد. يعني ممكن اعمل تغيير داخل الملعب، ادخل بيرسي تاو وانزل احمد. طبعا في سوء حظ رهيب جدا في رضا سليم، ربنا يشفيه. لكن في واحده من مكاسب اللقاء الاول، ارجل واحد في الملاعب المصريه هو اكرم توفيق. دايما اكرم حاله خاصه. اكرم اللاعب الوحيد اللي في الاهلي اللي يفرق معاك. لا انا يعني مش هرفع له القبعه وبس، انا اقول له يا ابني ربنا يحميك ويحفظك، ربنا يحميك ويحفظك من كل حاجه. يعني انت قلت لي بدايه الموسم، بس بدايه الموسم الاهلي خسر بطولتين، خسر السوبر الافريقي، واليوم يخرج من دوري افريقيا لكره القدم بدون فوز في اي مباراه. تسمح لي بس ارد على دي يا ابو نواف؟ ترد على ايه؟ على السؤال ده؟ لا اتفضل كده. اوكي. هقول لك. يعني اولا كولر تاريخه كله كسب كام بطوله مع الاهلي؟ لا بره. لا كسب الدوري السويسري، كسب بس مره واحده. اوكي وكاس. كسب ايه تاني؟ ما كسبش حاجه. لا بس كسب مع الاهلي بطولات. كسب 2 دوري مع بره الاهلي. 2 دوري اوكي ماشي. دلوقتي لما تيجي مع الاهلي في 10 شهور تكسب 5 بطولات، انا في رايي انت كنت جعان كره ودلوقتي شبعت. دلوقتي شبع، وبالتالي حتى تغييراتك فيها سوء تفكير، حتى تعنتك برضو في سوء تفكير. انا اخدت دي وبعدين اخلي كابتن خالد يتكلم، لان طبعا وبعدين نكمل في الموضوع. لا كمل. استوديو بعده خالد بدره بيحصل وقت بيتكلم. اولا كولر خارجين كلنا، انا وخالد خارجين كلنا. هو خرج من البطوله انا خرجت من البطوله. كولر يتحمل جزء كبير جدا من خساره النادي الاهلي وخروجه النهارده من البطوله، مش من المباراه دي تحديدا، من المباراه الاولى. صح. ده رقم واحد. صح. لان الاهلي شخصيته مش موجوده في المباراه الاولى وما يخرجش بالشكل ده في المباراه الاولى. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه عوده لفكره انطوني موديست وسافيو. ماذا يفعل النادي الاهلي في التعاقدات يا كابتن يا ابو نواف؟ هذه نقطة استفهام. صح. الاهلي ينتظر الى نهايه فتره التعاقدات
اخر 10 ايام، واخر 10 ايام يبدا يجيب لك موديست ويعقوب السعدي والسيد عبد الحفيظ وخالد بدره مع حفظ الالقاب، ويقول لك دول الناس المرشحين بالنسبه لي. هل يعقل نادي زي النادي الاهلي بحجم النادي الاهلي اللي احنا بنقول ان عنده سيستم وعنده لجنه تخطيط وعنده لجنه كوره وعنده مدير تعاقدات وعنده ناس واسماء كبيره جدا، بقى له اكتر من 7 8 سنين مش عارف يجيب راس حربه، وكل مره في فتره تعاقدات ننتظر لغايه اخر 10 ايام وبعدين نجيب واحد. افكرك باثنين، سافيو السنه اللي فاتت والسنه دي انتوني موديست، صرفت فيهم لا يقل عن 3 مليون دولار، صح؟ ده غير فلوسهم او التعاقدات بتاعتهم. فبالتالي فكره العمل بهذا الشكل في النادي الاهلي، لا طبعا. الاهلي لديه افضل من كده، الاهلي احسن من كده، الاهلي اسمه يجذب اي لاعب في القاره يلعب فيه، مش محتاج مجهود ولكن محتاج تخطيط. تخطيط بمعنى ان انا بجيب ناس تتابع القاره الافريقيه، بطولات دوري ابطال افريقيا، الكونفدراليه، الدوريات الاخرى على طول السنه، وبعمل تقرير وبقول 1 2 3 4 5 6. لا ما بيشتغلش كده دلوقتي. الاهلي بيشتغل على رده الفعل، وده وجهه نظري اكبر خطا في فتره التعاقدات والصفقات اللي بيعملها النادي الاهلي. مستحيل يكون في نادي بحجم النادي الاهلي مش عارف يجيب راس حربه بكل الاموال اللي انفقت. وبالتالي يعني انتوني موديست انا مش هظلمه، ده انا تظلمه ايه؟ ده مش مشكلته هو يا ابو نواف، دي مشكله اداره كوره في الاهلي. انا خالد بيقول دلوقتي اداره النادي الاهلي جت قالت لي تعالى هديك 2 مليون دولار العب عندي، اقول لهم لا هاجي بكره الصبح. سهل جدا. انما الفكره على من تعاقد مع انتوني موديست، على من تعاقد مع سافيو، على مين اللي اداهم الفرصه، مين اللي لبسهم تيشيرت النادي الاهلي، مين اللي اقتنع بيهم يلعب في النادي الاهلي. الكلام ده صح ولا غلط؟ دي حقيقه. لازم الناس في النادي الاهلي اللي هو النادي الكبير جدا اللي احنا كلنا بنتعلم منه، اللي هو بالنسبه لنا احد رموز الكوره، الهرم الرابع بالنسبه لنا النادي الاهلي في مصر، المفروض ان انا اتعلم منه تعاقدات، صفقات، تخطيط، تنظيم. ما يطلعش واحد ينظر علينا. ده النادي الاهلي. هي دي الفكره اللي انا حبيت اوصلها لك.